الناس اللي هم لسه حديث العهد بتجميل الأنف، ولكن هو كتول ما بيفرقش كتير قوي مع المريض، لكن موجود ولازم نستخدمها ولازم نحترمها وما نبقاش ضد أي ترند جديد، بشرط إن إحنا ما نديلوش أكبر من حجمه. الألتراسونيك زي المايكرو إير في شفط الدهون. إمم. الألتراسونيك ده حاجة خاصة بالجراح وهو شغال إمم. إزاي هيعمل استيوتومي أو الشق العظمي. أوكي. هو ما بيفرقش مع المريض حاجة كبيرة، إمم. بمعنى إن هو اتعمل علشان يقلل التورمات بتاعة ما بعد العملية، إمم. يخلي إن الاستيوتومي يكون دقيق أكثر. إمم. لكن الجراح الخبير التراديشنال استيوتومي بيجيب معاه نتيجة قوية جدا. وأفاجئك إن على مستوى التورم قد يكون أحيانا إن إحنا عشان نوسع في الأنف علشان نعمل الألتراسونيك إمم. استيوتومي، أحيانا بيكون في مور إديمة للتيشوز أكتر من التراديشنال استيوتومي اللي ما بياخدش أكتر من دقيقة أو دقيقة ونص في كل ناحية. إمم. الألتراسونيك ممكن الوضع يطول شوية. هو موضة، هو ترند. أنا شخصيا بعرف أستخدمه عادي جدا، مريض لو طلبه هستخدمه، مفيش فيه مشاكل إمم. أبدا. هشرح له إن الورم مش هيفرق. أنا واحد خبير في تجميل الأنف، بقول إن الكسر يعني أنا بطلعه زي الاستيوتومي إمم. زي الألتراسونيك بالظبط. أوكي. ممكن يكون مفيد لبعض الناس اللي هم لسه حديث العهد بتجميل الأنف، ولكن هو كتول ما بيفرقش كتير قوي مع المريض، لكن موجود ولازم نستخدمها ولازم نحترمها وما نبقاش ضد أي ترند جديد، إمم. بشرط إن إحنا ما نديلوش أكبر من حجمه. لكن عموما في النتيجة النهائية تقريبا ما بيفرقش قوي.